اليوم ميمتي باش تودكم بوصفة تمليح الزيتون. قولونا انتم منين تملحوه كيفنا ولا؟ والنوع بتاع الزيتون هذا نسميوه زيتون سمني. قولونا انتم شنو تسميوه؟ توا زيتوننا بيتناه 3 ايام في الماء، بعد غسلناه ونظفناه ونحينا ركعبات المضروبين. توا ميمتي حضرت القارص قصته القش صغار. الباز نتا وصفتنا قارص وملح، اما فما شكون يعملوا بالخل. توا نحطوا الملح في الماء ونحركوه بيدينا لين يتحل. باش نعملوا قصيص العظمة، هذه اهم مرحلة باش نحدوا باه الملوحة نتاع العظمة نتاعنا. كيما تراو العظمة غرقت ما طفاتش، دونك عاودنا زدنا الملح وخلطنا لين طفات، ولات ثم بياسة متاع 50 فرنك تعو. يا حسرة قبل الملح وكان في المخفية ولا الخابية الفخار. وخذينا السطل متاعنا، حطينا القارص، حطينا الزيتون، حطينا العود اللي باش يعطي النكهة البنينة، وهكذا دواليك قارص زيتون عود لين يتلم السطل الكل يكاي ويتعبى. تو نحطوا الميلة ملحناه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله على زيتونة. أهم حاجة تو ميمتي شنو بعد شهر شهرين باش يعمل الكشكوش البيضة.